استضافتي من طرف جمعية حماية التراث وحماية النهوض بالتراث المغربي بمدينة سهلة لتأطير ورشة حول التراث المغربي وكيفية تقريبه للناشئة والشباب. إذن فمرت هذه الورشة في ظروف جيدة، وكانت هناك استجابة تفاعل مع الشباب، خصوصا أن يعني تعمدت يعني إشراك يعني الأطفال والتلاميذ في محاور يعني الورشة من خلال الأسئلة التفاعلية والجواب والسؤال يعني إدخالهم في فكرة أن التراث شيء يجب أن يتملكه المغربي منذ الطفولة منذ أن ينابع يعني أظافره لاستيعابه وفهمه، سواء في شقه المادي أو اللامادي، من خلال البناء، من خلال المعمار، من خلال الزرابيب والأداء، وكذلك من خلال الأهازيج، ومن خلال الرقصات، ومن خلال الحكي، ومن خلال القصة والأداء. إذن فإلى تم يعني الاحتفاظ وصيانة هذا الموروث الثقافي، فستكون هناك استدامة له في المستقبل. وكذلك يعني تطرقت حتى إلى جانب اقتصاد ما يسمى باقتصاد التراث. اقتصاد التراث يعني كيف ننمي منطقة ما بالتراث، يعني التراث هو واحد المكانة في تحريك عجلة التنمية من خلال السياحة الثقافية مثلا، من خلال المشاريع التي لأن أولا أن الاستثمار في مجال التراث يدر موارد مالية مهمة، لا بالنسبة للجماعات أو بالنسبة للأفراد، خصوصا من خلال توظيف مثلا المعالم التاريخية كمآوي سياحية، مثلا من خلال شراء المنقولات التراثية في المعارض، وكذلك فهي تحرك عجلة التنمية. إذن فالهدف الأساسي أن التراث شق أساسي في حفظ الثقافة المحلية والهوية الوطنية، وكذلك في التنمية وتحقيق الربح الاقتصادي لأطياف المجتمع عموما. شكرا ورحمة الله. معكم محمد رضا بوشعرة، عضو جمعية حماية والنهوض بالتراث المغربي. نحن اليوم نتواجد بمدينة سهلة للقيام بورشة حول موضوع التراث المغربي بأيدي الشباب، وهذه الورشة هي تكملة للمجموعة ديال سلسلة ورشات اللي قمنا بها كجمعية، مجموعة من الجهات في المغرب ومجموعة من المدن، والهدف منها هو توعية وتحسيس الشباب بأهمية التراث الثقافي المغربي، وبتأطير أكاديمي من طرف خبراء معتمدين من أجل إيصال المعلومة الصحيحة لمجموعة من الشباب، وذلك من أجل تكوين الشباب حول موضوع التراث، ذلك لتوعيتهم بأهمية هذا الموضوع، لأن بزاف ديال الشباب ياخذوا أن موضوع التراث يعني شيء ثانوي وما كيعطيوش واحد الأهمية، وما كيبغيوش حتى يدافعوا عليه بطريقة صحيحة، وحتى إلا دافعوا عليه بعض المرات كتكون عبر الفيسبوك، عبر عدد من التعليقات اللي كتكون ماشي ما مبنياش على أفكار أكاديمية وتاريخية صحيحة. لهذا أننا ارتأينا أننا ننظم الشباب ورشات بطرق أكاديمية في مجموعة من الجهات. واليوم نحن الآن نتواجد بمدينة سهلة، والموضوع الورشة كان هو التراث الثقافي المغربي بأيدي الشباب بتأطير السيد مولاي دريس، وأيضا نشكر مدير دار الشباب السيد ميمون الذي وفر لنا جميع الظروف المناسبة من أجل قيام الورشة في أفضل الأحوال. نشكركم جميعا. شكرا.